يعني وزارة الداخلية الحقيقة بالتعاون والتنسيق الكامل مع قواتنا المسلحة الباسلة بتقوم بأكثر من دور في أكثر من مكان. تمكنت الحقيقة أيضا خبراء المفرقعات من إبطال يعني مفعول قنبلة بالشيخ زويد بمنطقة العريش، والآن بتتم عملية تمشيط كاملة هناك في جميع الشوارع وجميع الميادين الرئيسية. بنؤكد على جهود في غاية الأهمية. جوهر اليوم تم إلقاء القبض على 3 من الطلاب الذين يقومون بإثارة الشغب والتظاهرات والصادر بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار. المدعو إبراهيم أحمد عبد الحميد طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة ومقيم بمدينة نصر، والمدعو أنس محمد إبراهيم البلتاجي نجل الإخواني محمد البلتاجي طالب بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس، والمدعو أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم طالب بكلية هندسة مقيم أيضا بمدينة نصر. كان بحوزتهم حقيقة ضبطوا داخل مسكن الأول، كان بحوزتهم فرد خرطوش 21 طلقة خرطوش، 3 فارغ طلقة خرطوش، أيضا 4 طلقات صوت، وكاميرا تصوير خارجي كبيرة خاصة بالبث المباشر، بعض الأجهزة الخاصة بالتلفزيون المصري والتي تم الاستيلاء عليها بمنطقة رابعة العدوية، كاميرا تصوير ديجيتال، ولافتات مدون عليها طلاب ضد الانقلاب، ومنشورات مناهضة للجيش والشرطة، ومبلغ مالي وصل ل 28,650 جنيه جوهر. شكرا لك محمد علوي، مفد التلفزيون المصري إلى وزارة الداخلية، كنت معنا عبر الهاتف.